في أقل من دقيقة، من هي تقريبا الدولة العربية اللي هي يمكن الأعلى نسبة في حالات الإجهاض، إذا هناك أرقام فقط لنعرف الأرقام إلى أين وصلت؟ المغرب هي من أعلى الدول، 1400 حالة يوميا. المغرب حالة 1400 حالة إجهاض يوميا. الفكرة انه احنا بنفهم، بس هذا مؤشر كمان مرة. الارقام امين مش لازم تخدعنا، لانه هاي الارقام بس اللي بتروح على المستشفى، في ارقام تانية بتتم اجهاضها بالبيت. الدولة لازم توفر، مع الدولة عندها في ازدواجية، الدول لازم توفر هاي المسألة، لانه اليوم كمان ادوية الاجهاض محطوطة على الانترنت، $12 بتوصلك لغاية البيت. الفكرة انه احنا معنيين انه تكون في العيادات الرسمية، في العيادات والمستشفيات وبرقابة طبية، ما تكونش كل حدا على علاته بنظم هاي المسألة. احنا بنفهم تماما وجهة النظر اللي بتعتبر انه اي انسان لا يمكن اعتبار اي انسان غير متوافق مع الحياة بسبب عمره او جنسه. احنا بنفهم الموروث الديني وبنفهم التوجه العالمي لهي المسألة، لكن الظروف العامة السياسية والاقتصادية وظروف العالم الثالث تقتضي ان احنا نطلع على النساء بطريقة كثير ايجابية. نعم، يعني هذه النظرة هم بدهم يتحملوا المسؤوليات. نعم، هذه النظرة التي يجب ان تترجم من خلال قوانين ترعى وتحمي حق المرأة بكل ما تتخذه من قرار. الأستاذة ناهد أبو طعيمة، منسقة وحدة النوع الاجتماعي في جامعة بير زيت، كنت معنا مباشرة من رام الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا راوية، شكرا أمين. أهلا بك.